اهلا بيكم في ظبط نوعين. هقول لكم على مثل. ماما كانت بتقوله لي دايما، والمثل ده احنا ما بنقدرش قيمته وما بنعملش بيه، هو مهم جدا. مثل بيقول: شيل ده عندك يرتاح ايه؟ يرتاح ده من ده. احيان كتير بنقعد نكمل مع اشخاص، نتعامل مع ناس احنا مش شبههم، مفيش كيمياء. حصل مشاكل كتير قبل كده واحنا مش عارفين نسامح ومش مدين وقت لنفسنا نسامح. يعني ده مجرد ان اقرب خلاص هسامح اهو، يروح الشخص ده اعمل حاجة تانية فارجع تاني. فيا جماعة، مش شرط عشان انت تسامح حد او عشان تكون متصالح مع حد وبتكلمه انك لازم كل يوم تقعد معاه، او يعني تقعد معاه بنفس الريت اللي انت كنت بتتكلم معاه بيه ونحكي ونعمل. لا خالص خالص. ممكن عادي نكون بنكلم بعض ولكن حاطين مساحة بينا. يعني ما مش متخاصمين، مش بنشيل لبعض كره، بس مش شرط نكون بنتعامل زي الأول وبنتكلم كتير. احنا مش راكبين مع بعض شكلنا كده يعني، مش جايين يعني نكلم الناس اللي شبهنا اللي مريحانا، اللي مفيش كل شوية خبطات، ونريح نفسنا شوية. نشيل ده عن ده يرضح ايه، نرتاح كلنا من بعض وخلاص. ف... فبس المشكلة ان احنا بنبقى مفكرين ان كده احنا مخاصمينهم، مش مخاصمينهم، او مفكرين ان انا كده مش مسامحه. لا مسامحه يعني، او بحاول اسامحه، بس يعني خلاص خد جنب عشان عمالين نخبط في بعض كتير وعمالين هنتواجه شوية وهنتعور احنا الاتنين من بعض وهنتجرح، وبعدين مش هنعرف نداوي الجروح وجروح على جروح لحد ما هيبقى الموضوع صعب. فنبعد، وتبقى علاقتنا هادية وجميلة كده ومن بعيد لبعيد. وربنا معاك، آه وربنا معايا، ومش مضطرين نغير بعض خالص، ولا مضطرين نحارب عشان بني آدمين. محتاجين أكتر نحارب عشان نفسنا وعشان ندخل السما ونكون بني آدمين صالحين. فما تحاربوش عشان تغيير حد، حاربوا عشان تغيروا نفسكم. الشخص اللي مش عارفين تتعاملوا معاه موضوع صعب، إذا كان مش من العيلة، لأن العيلة دي حاجة تانية. العيلة دي بنحاول مع الناس اللي من عيلتنا مش ان احنا نغيرهم، برضو ان احنا نتقبلهم وان احنا نلاقي تكنيك نتعامل معاهم بيه مهما كان اللي بيحصل. لكن برا العيلة بعيد شوية من الأقارب البعيد، لا عادي، ربنا معاك، باي. بس أنا رايحة أشوف نفسي. كل واحد يهتم بنفسه عشان ننبسط ونرتاح والمجتمع يبقى جميل ولذيذ. شكرا ليكم، سلام.